السامسونج اي 55 جهاز ممتاز في الفئة المتوسطة، بس برضه في ناس اللي هو مفيش جهاز افضل. لا، في تقريبا جهاز احسن، وده اللي انا حبيت اوريه لكم في فيديو النهارده، السامسونج اس 23 اف اي، اللي فيه تقريبا مواصفات ممكن تغنيك عن الاي 55 او ممكن تقفلك من الاس 23، وكل حاجه ممكن تتقال عن الموبايلين دول هنقولهم: شاشه، اداء، خامات تصنيع، كاميرات، كل حاجه. وخصوصا جزئيه الصور كنت تحس ان المنافسه في اتجاه واحد بس. فقبل ما نبدا، لايك جميل، لان ده بيساعد جدا ان الفيديو ينتشر. ما تتخيلوش كميه الاحباط اللي الواحد بيكون فيها بعد ما يتعب في فيديو جدا ويكون منظمه ويجي في الاخر ما يجيبش ريتش. ومن غير اي كلام كتير يلا بينا. الاثنين بيجوا بشاشه من نوع اموليد. سامسونج في الاي 55 بتقول لك ان الشاشه سوبر اموليد، وفي الاس 23 اف اي بتقول لك ان الشاشه دايناميك اموليد. بس في التجربه الفعليه الاثنين جنب بعض انت مش هتلاحظ فرق ما بينهم تقريبا، غير لو دققت قوي قوي قوي. هتحس كده ان الالوان في الاس 23 مظبوطه سنه، والشاربنس اللي في الشاشه مبين تفاصيل المحتوى اللي انت بتتفرج عليه. وزي ما هو باين، السامسونج اي 55 شاشته اكبر بحجم 6.6 انش. الاس 23 اف اي يعتبر جهاز صغير نسبيا لبعض الناس، لان حجمه 6.4 انش. ممكن يكون مناسب للناس اللي بيحبوا يستخدموا الموبايل بايد واحده، موبايل محندق كده على نفسه. والاثنين طبعا بيدعموا الاتش دي ار 10 بلس مع معدل ريفريش ريت 120 هرتز، يعني ممتازين جدا في التصفي. الاي 55 بيجي بابعاد 1080 في 2340 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 390 بكسل لكل انش. الاس 23 اف اي بيجي بنفس الابعاد برضه، بس كثافه البكسلات فيه 403 بكسل لكل انش، وسطوعه تحت الشمس بيكون 1450 شمعه، عكس الاي 55 اللي 1000 شمعه بس. فكشاشه لو هنعتبرها فئه متوسطه، الاي 55 هو اللي في النقطه دي. اما شاشه الاس 23 اف اي في مستوى فلاج شيب. بس الحاجه اللي انا متضايق منها بقى هي النوتش اللي حوالين الشاشه. لو دققت شويه هتاخد بالك ان في الاي 55 النوتش اقل، اللي هو بفرق ملي كده، والحافه السفليه في الاس 23 تحسها اكبر، بس النوتش بتاع الكاميرا السيلفي اصغر في الاس 23 اف اي. وطبقه الحمايه اللي على شاشه السامسونج اي 55 اعلى، كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، اللي في الاف اي كورنينج جوريلا جلاس 5. فانت بقى هتفضل انهي شاشه من الشاشتين، خصوصا لو بتحب الشاشات الكبيره او لو بتحب تستخدم الموبايل بايد واحده وهتختار شاشه صغيره. والبصمه تقريبا نفس السرعه فيهم هما الاثنين. الجهازين سرعه جدا في البصمه اللي تحت الشاشه، مش اسرع الاجهزه اللي فيهم بصمه تحت الشاشه، بس برضو ارحم من اجهزه كتير تانية. الحلو بقى في الجهازين، واللي اكيد هتحصل عليه في فئه سعريه شبه دي، ان الفريم من المعدن. ولكن الاي 55 بيجي بشهاده مقاومه للميه اي بي 67، ودي اقل من اللي موجوده في الاس 23 اف اي الاي بي 68، اللي بتضمن ان الجهاز ممكن يقعد تحت متر ونص لمده نص ساعه تحت الميه. وبعدين بقى في الانسان اللي بيتفرج على الفيديو ولسه ما عملش لايك وسبسكرايب ده. والازاز اللي في الظهر في الاي 55 عليه نفس طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، واللي في الاس 23 اف اي عليه نفس طبقه الحمايه برضه كورنينج جوريلا جلاس 5. وتيجي هنا ميزه للسامسونج اي 55 في مكان السيم كارد، انك تقدر تستغنى عن خط من الخطين وتركب مكانه كارت ميموري. دي مش موجوده في الاف اي، بمعنى انك لو جبت ساعه تخزينيه مش هتقدر تزودها عن كده، هتفضل هيها معاك مدى الحياه. فدي حاجه لازم تحطها في بالك قبل ما تشتري اي نسخه من الاثنين. طب في ايه عن الاداء؟ خصوصا الجهازين من سامسونج واحنا كمستخدمين بنبقى مقلقين من معالجات اكزينوس. لا 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 ما تقلقش، السامسونج اي 55 جايب الاكزينوس 1480 اللي كان تطور كبير جدا عن النسخه اللي كانت قبل منه الاي 54. اما الاس 23 اف اي بيجي بالاكزينوس 2200، ولو عايز اقيسهولك بفرق اداء فتقريبا هو بيديك 85% اداء افضل من الاي 55. وفي نسخه ثانيه من الاس 23 اف اي معاها السناب دراجون 8 جين 1 معالج فلاج شيب، واللي هو انت لو عرفت تحصل على النسخه دي فهتكون حاجه في الجمدان منه. طبعا في فرق اداء ما بينهم على انطوط، وفي فرق ما بينهم في الاستخدام اليومي. الاس 23 اف اي هيديك حته اداء الفلاج شيب، اللي هو الجهاز سريع على طول كده، ولو هتفاجئه باي امر لا الجهاز هيكون سريع معاك واستجابته اسرع من الاي 55. بس هو مش الفرق برضو ما بينهم وما بين الاي 55 اللي هيغير حياتك، لا فرق عادي بسيط ممكن تتعايش معاه لو هتجيب الاي 55. بس كمعالج فلا، انا شايف ان هما ما ينفعش الاثنين يتقارنوا ببعض نهائي، ده في حته وده في حته ثانيه خالص. لعبه مثلا شبه جيشن امباكت كان الاي 55 بيلعبها على 40 فريم، الاس 23 كان بيلعبها على متوسط 46 فريم. هتقول لي مش ده الفرق الكبير برضه. في لعبه مثلا شبه موبايل ليجند كان الاي 55 بيلعب على اعلى اعدادات على هاي وهاي، الاس 23 اف اي كان بيلعب على الترا في الاثنين. وخصوصا ان الجهازين دلوقتي بينزلوا بواجهه سامسونج وان يو اي 6.1 واللي مبنيه على نظام تشغيل اندرويد 14، وسامسونج كانت وعدك فيهم مهمه
هما الاثنين ب4 سنين من تحديثات الاندرويد و5 سنين من السكيورتي ابديت. بس السامسونج اس 23 يعتبر اخد سنه من ال4 سنين دول، لانه جهاز نزل في سنه 2023 وكان نازل باندرويد 13 مع واجهه سامسونج وان يو اي 5.1، فهو حدث نفسه فاضل له كمان 3 سنين. يعني الاي 55 هيكون اعلى منه بسنه في التحديثات. بس الحاجه اللي هتفتقدها لو انت اخترت السامسونج اي 55 هي الجالاكسي اي اللي موجوده في الاس 23 اف اي. وتعالوا كده اما نتكلم عنها شويه. ممكن اصلا انت ما تكونش محتاج المميزات اللي هي بتقدمها. ميزه شبه سيركل تو سيرش، وده باختصار انك لما بتعمل دايره على اي حاجه بيطلع لك سيرش عنها مهما كان ايه المحتوى اللي بيتعرض على الشاشه. او حاجه زي انتربريتر، ودي باختصار ان لو في حوارك ما بين شخص وشخص بيتكلم لغه ثانيه هي هتترجم لكم الحوار ده زي كده. Hi Juan, did you clean your room today? Hola, ¿limpiaste tu habitación hoy? Mi habitación probablemente está más limpia que la tuya. My room is probably cleaner than yours. او اللايف ترانسليت، ودي بتترجم المكالمات. فاهم انت ازاي؟ يعني انت بتتكلم مع حد في الموبايل بيتكلم لغه ثانيه اصلا، والجالاكسي اي بيترجم لك المكالمه فوري. ومش شرط يكون اللي على الجنب الثاني بيستخدم جهاز من سامسونج اصلا. Restaurante La Península Perdida, dígame. Hello, the Lost Peninsula Restaurant. Hi, I'd like to make a reservation on April 1st at 7 p.m. Hola, me gustaría hacer una reserva para 3 el 1 de abril a las 7. او الشات اسس، ترجم رساله من الشات. دي ميزه مدمجه جوه الكيبورد بتاع الجهاز، فهتترجم لك الشات ترجمه فوريه. كل الميزات دي هتساعدك جدا لو انت شخص بتسافر كتير. اما لو انت مش كده فانا شايف ان هي ملهاش لازمه تقريبا بالنسبه لك، غير لو انت عايزها في حاجات معينه. او البراوزنج اسيست، ودي غيرهم، بمعنى ان لو في اي حاجه على النت ممكن انت تلخصها، ومش بس كده تقدر تترجمها كمان باستخدام الجالاكسي اي. ودي حاجه شايفها مميزه لكل الناس غير كل الميزات اللي عدت علينا قبل كده. هتختصر عليك وقت كبير جدا. او حتى لما بتعمل ريكورد للصوت ممكن تخلي الريكورد ده من هو صوت يتحول لتكست. ومش بس كده، لو في شخصين بيتكلموا هياخدوا الصوت الاول ده يحوله لتكست، والصوت الثاني برضه يحوله لتكست، ويكتب لك ده الصوت بتاع الشخص الاول وده الصوت بتاع الشخص الثاني. انت متخيل لو انت صانع محتوى ده هيوفر عليك وقت قد ايه؟ وبعد كده تقدر تلخص السكريبت ده وتترجمه كمان. بس بجد واللي مفيد بقى هو الفوتو اسيست. وده ليه؟ سيبني اقول لك انا بقى. عارف انت لما بتاخد صوره كده مثلا ولقيتها مايله وبتعوز تظبط الصوره شويه، بتلاقي ان هي قصت حاجات من الجناب كده. في الجالاكسي اي الكلام ده مش هيحصل. ليه؟ لانه هيملي لك الفراغات اللي حصلت في الصوره دي من غير ما يعمل نقص للبيانات اللي موجوده في الصوره. او ممكن حتى تعمل توسعه للصوره على الحاجات اللي احنا بنشوفها ببرامج الاي اي دي. ممكن حتى تشيل شخص معين من الصوره او حتى تحرك مكانه. وبس دي كانت تقريبا كل مزايا الاي اي. عايز اعرف منك ايه اللي ممكن يفرق معاك منهم. تعالوا بقى نتكلم عن اهم نقطه في الفيديو ده. الكاميرات. الاثنين بيشتركوا في السنسور الاساسي ال 50 ميجا بكسل اللي في فتحه عدسه f1.8 واللي فيه المثبت البصري الحقيقي الاو اي اس. بس في فروقات داخليه ما بين السنسور نفسه، مش معنى ان هو 50 ميجا بكسل ان هما الاثنين واحد. الاي 55 بيجي بعدسه ثانيه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 ودي الالترا وايد، ثالثه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4 وشبه ما احنا عارفين دي المايك. اما الاف اي مستغل سيت الكاميرات بتاعته بطريقه افضل، بمعنى انك عندك عدسه ثانيه بفتحه عدسه f2.4 ودي تيلي فوتو بتديك 3 اكس زوم حقيقي، والعدسه الثالثه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 ودي الالترا وايد. جهز نفسك بقى عشان هنشوف تجربه التصوير ما بينهم هما الاثنين. طيب السامسونج اي 55 جهاز كاميرته ممتازه جدا في الفئه المتوسطه، بس لما بنيجي نقارنه مع الاس 23 اف اي فاحنا بنقارن حاجه بحاجه ثانيه خالص. الاس 23 اف اي السنسور اللي فيه في حته ثانيه. يعني شوف انت نفسك الصور اللي بتطلع من الجهازين بتكون عامله ازاي، وفي فرق ما بينهم من خلال طريقه المعالجه. يعني الاثنين بيستخدموا سنسور من سوني والاثنين بمعالج من اكزينوس، بس في فرق في المعالجه ما بينهم هما الاثنين وطريقه معالجه الالوان في الجهازين. والصراحه انا شايف ان التفوق في الحته دي بيروح للاس 23 اف اي لعده اسباب، منها ان الصوره بتكون الوانها طبيعيه اكتر، ومفيش حد يعلق لك على حته ان الالوان طبيعيه، لا انت بتحس ان الالوان اللي طالعه من الصوره اللي في الاس 23 اف اي حقيقيه، دي نفس الالوان اللي انت بتشوفها في الطبيعه. الاي 55 ساعات بيزود الساتوريشن بتاع الصوره، وبتحس ان الصوره اوفر بروسيس كده اللي هو معمول لها شاربنس عشان تبين الحده بتاعتها، وهبين لك حته التفاصيل دي في صوره قدام. اشوف انا سنسور اللي بيطلع تفاصيل احسن. المناطق اللي فيها لون اسود في الاس 23 اف اي بيكون اللون الاسود بتاعها اسود حقيقي. مش هقارنه لك طبعا بكاميرات بروفيشنال، بس انت عارف حته لما بتاخد صوره رو كده وبتشوف الوانها الطبيعيه دي بتكون النتيجه اللي طالعه من الاس 23 اف اي. انا جايب لك صور فيها الوان كتير، الوان زرع، الوان مختلطه، عشان تشوف حته معالجه السنسور الاساسي. وفي الوان السما برضو ومن غير نقاش اكيد في تفوق ناحيه الاس 23 اف اي. انا هنا مش عايز ابان ان انا بقلل من السنسور اللي في الاي 55، بس انت هنا بتقارن جهاز فلاج شيب بجهاز فئه متوسطه.
وعشان انقل لك كمان حته معالجه الالوان، مثلا شوف طريقه عرض اللون الاصفر واللون الازرق واللون البنفسجي في الاس 23 اف اي، وشوفها في الاي 55 بتكون عامله ازاي. وحته التفاصيل اللي بقول لك عليها دي، انت شايف صوره الاي 55 شارب، بس لما بتزوم في الصوره لا التفاصيل رايحه ناحيه الاس 23 اف اي. دلوقتي بقى تعالوا نشوف تصوير البورتريه. اول حاجه هتاخد بالك ما بينها هي الالوان اللي بتطلع من الصوره اللي في الاس 23 اف اي مش محتاجه اتكلم عنها. كمان طريقه البوكا افكت انا عن نفسي شايفها احلى واوضح في الاس 23 اف اي، والسكين تون وتحديد الاطراف والقص بتاعها بيكون مظبوط اكتر في الاس 23 اف اي. يعني مثلا شوف في الصوره دي انت ملاحظ ان العزل معمول بطريقه ديجيتال وتحس انه فيك. شوف هنا عند الودن وعند الكاب في طريقه العزل باين، انما بص عليها في الاس 23 اف اي متهندله ازاي. عارف انت لما بتاخد صوره في ضوء الشمس كده وبيكون النور لاسع على وشك، شوف لسعه الضوء دي بقى عامله ازاي في الاي 55، وشوف سايحه ازاي في الاس 23 اف اي. وده اللي بياكد لك على حته توزيع الاضاءه اللي قلت لك عليها. وكمان ده تمهيد لحته التصوير في اضاءات مختلطه هتكون عامله ازاي. ليه؟ لان السنسور هيقدر يتعامل مع الصور ويهندلها. انا عمال اقول يهندلها بس الصراحه السنسور اللي في الاس 23 اف اي كويس جدا. غير كده وكده شبه ما قلت لك الاس 23 اف اي في سنسور بيديك 3 اكس زوم حقيقي فعلا. السامسونج اي 55 مفيش فيه غير سنسور واحد وبيديك 1 اكس زوم، مفيش فيه حتى فيه ديجيتال زوم 2 اكس. فده اللي بيخلي لك الصور تطلع كده من الاس 23 اف اي والصور تطلع برضه بالطريقه دي من الاي 55. وده هيفيدك طبعا لو انت بتحب تتصور كتير، تصور بورتريه، تصور نفسك وهكذا. انت فاهم ستاب الكاميرات في الاس 23 اف اي مناسب اكتر. والسنسور التليفوتو ده بيديك امكانيه انك تزوم في الصوره. يعني شوف دي كده مقارنه ما بين ال 10 اكس في الاي 55 وال 10 اكس في الاس 23 اف اي. الاس 23 اف اي كمان بيقدر يوصل ل 30 اكس زوم، وطبعا شبه ما واضح لو الاثنين في نفس مستوى التصوير ال 10 اكس التفاصيل بتبان اكتر في الاس 23 اف اي. ودي كذا صوره، شوف النويز اللي بتطلع من الصوره، شوف التفاصيل برضو حلو. تعالوا بقى نشوف التصوير في اضاءات مختلطه بيكون عامل ازاي. هي بقول لك انت تعالى ما نلعب انا وانت لعبه ونشوف هل انت فعلا قادر تميز ما بين الصور اللي بتطلع من الجهازين ولا لا. الصوره دي طالعه من انهي جهاز فيهم؟ طب ودي كمان، ودي برضو، ودي ها، عرفت تجيب كام واحده صح؟ تعالوا بقى اما نكمل كلامنا كده. فاكر النقطة اللي كلمتك فيها في حتة السيطرة على الضوء؟ بتبان هنا في التفاصيل وبتبان في الحد من الألوان. يعني في الصور دي أنا عايزك تبص لبعيد، تبص لجوه، تشوف ال HDR متعالج إزاي، الضوء لما بيتوزع إزاي في الصورة. وملحوظة كده بسيطة، الصور اللي بتطلع في الاس 23 اف اي بتكون ورم أكتر، دافية كده عن الصور اللي بتطلع من الاي 55 في معظم الأحيان. بس شوف النويز اللي بتبان في الاي 55 واللي مش بتبان في الاس 23 اف اي. شوف السيطرة على الضوء وتوزيعها في أماكنها الصحيحة، والفليرنج كمان بيكون اقل في الاس 23 اف اي. عارف اللي هو سحابه الضوء اللي بتبان مدغوشه على الصوره دي، الاس 23 اف اي بيكون ظابطها احسن. ده كده تصوير ليلي خالص في اضاءات منخفضه. بيبان في صور العماير دي بالذات حته السيطره على الضوء اللي بقول لك عليه. والاضاءه كانت في الصور دي صفرة شبه ما طلع في الاس 23 اف اي، مش كولد كده شبه ما باينه في الاي 55. في تريكايه انا بقى عايز اقول لك عليها. الاس 23 اف اي بيقدر يصور 8K مش 4K، 8K انت متخيل؟ بس انا شايف ان الميزه دي انت اصلا تقريبا مش هتستخدمها، لان مفيش حد بيصور 8K، بس هي كويس ان هي موجوده، بتبين لك امكانيات الكاميرا اللي موجوده في الجهاز. سيبك من كل ده، تعال نشوف الفيديو ده بالذات. ده كده الاثنين بيصوروا 4K 30 فريم في الثانيه. الحلو في الجهازين ان هما بيقدروا يصوروا كده على كل سنسور، كاميرا سيلفي، كاميرا الترا وايد، كل السنسورز بتصور 4K 30 فريم في الثانيه. في الفيديو ده بالذات بقى انا عايزك تبص على التفاصيل اللي بتطلع من الفيديو، لان هتتفاجئ من كميه التفاصيل اللي بتطلع من الاس 23 اف اي. باين جدا ان التفاصيل فيه اكتر. عارف ده هيفيدك في ايه؟ لو انت مثلا صانع محتوى واخدت جزء معين من الصوره وعايز تقص، انت مش هتفقد كميه بيانات كبيره من الاس 23 اف اي. الفيديو ده برضو انا جايبه لك عشان ناكد على حته الاتش دار تاني. شوف كده عند الشباك هنا ضوء الشمس عامل ازاي، متعالج ازاي برضو في الاس 23 اف اي. وفي الفيديو ده برضو عايزك تاخد بالك من حاجه. ملاحظ انت حته التقطيعه اللي بتبان في الاي 55 في تصوير ال 4K؟ شايف السموز هنا في الاس 23 اف اي اللي هو انت لما بتقرب من الصوره كده بتقرب بانسيابيه اكتر. وكمان في هنا ميزه تفوق للاس 23 اف اي ان في بورتريه فيديو. الاي 55 مفيش فيه الميزه دي، واللي هو انت اكيد هتكون عارف استخدامات عامله ازاي لو عايز تطلع فيديو سينماتيك وفي بورتريه وعزل كده والحركات اللي الناس بتحب تعملها دي. يعني مش هو اللي النتيجه بتاعت كاميرا بروفيشنال، بس كويس ان في حاجه موجوده. في تصوير الفيديو كمان الاي 55 بيقدر يوصل ل 10 اكس زوم، الاس 23 اف اي بيقدر يوصل ل 12 اكس زوم. والتفاصيل برضو في الفيديو ده بتبان ان هي اكتر في الاس 23 اف اي، والثبات اكتر بيبان ان هو فيه. بس في ملحوظه كده كان فيها التفوق ناحيه الاي 55، وهي النويز اللي بتتعالج
في الصوره. يعني لو هنتكلم على اتش دي ار في اضاءات منخفضه لسه 23 اف اي بيكون متفوق فيه، بس عشان يقدر يطلع لك النتيجه دي بيضحي بالنويز، يعني بيبان ان هو نويزي اكتر من الاي 55. دي حاجه برضه حبيت اقولها عشان حتى ننصف الاي 55، ومش معناها نهائي ان الاي 55 جهاز سيء. لازم تبقى عارف انت بتقارن فئه ايه بفئه ايه او بفئه اس، لان اخد بالك انت. طيب تعالى نتكلم عن الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي اللي في الاي 55 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، واللي في الاس 23 اف اي 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4. بيقدر يصور 4K 60 فريم في الثانيه. اللي 55 بيقدر يصور 4K 30 فريم في الثانيه، وده اكبر مثال يوضح لك ان الميجا بكسل مش كل حاجه. بعيدا عن كده حته برضو معالجه الالوان فيها تفوق ناحيه الاي 55، مع ان هما الاثنين في الكاميرا السيلفي قريبين من بعض، بس شبه ما قلت لك السيطره على الضوء وتوزيعها على لون الجلد. شوف الفيديو هنا في الاي 55 عامل ازاي وفي الاس 23 اف ازاي عشان تفهم قصدي. ودي كده شويه صور من اللي طلعوا من الكاميرا السيلفي. عايزك بقى يا معلم تكتب لي في الكومنت انت حابب انهي كاميرا في الجهازين اكتر، يا ترى الاس 23 اف اي ولا السامسونج اي 55؟ استنى تكتب لي رايك. وبما انك وصلت للنقطه دي من الفيديو فلسه ليه ما عملتش لايك؟ لو هنتكلم عن البطاريه فهي بسعه 5000 ملي امبير في السامسونج اي 55 وبسعه 4500 ملي امبير في الاس 23 اف اي. بس حط في الحسبان ان شاشه الاس 23 اف اي اصغر وكمان معالج وموفر في البطاريه اكتر. الاثنين بيجوا بقدره شحن 25 واط، بس الاس 23 اف اي بيقدر يشحن ب 15 واط بشحن لاسلكي، وفي برضه شحن عكسي يعني يقدر يشحن حاجه ثانيه سواء كان ساعه او موبايل. طب ما تيجوا بقى نشوف تجربه الصوت الاستيريو اللي موجوده في الجهازين ونقارن ما بينهم هما الاثنين. طب الشبكات اسرع في انهي جهاز فيهم؟ هقول لك ان هي اسرع في الاس 23 اف اي من حيث سرعه الداونلود وسرعه الشبكات نفسها. اخر حاجه هنتكلم فيها بقى هي السعر. بص السامسونج اي 55 اول ما نزل كان سعره عامل حوالي $330، من $330 لحد $350، وسعره في مصر حاليا عامل 21000 جنيه ماشي، ونزل عليه ديسكاونت مخليه دلوقتي من 18 ل 19000 جنيه على حسب المكان اللي هتشتري منه. ركز في الديسكاونت ده. طب الاس 23 اف اي سعره الحقيقي كان $600، وكان نزل عليه الفتره الاخيره ديسكاونت خلاه وصل ل $403. الفتره اللي كنت رشحته لك فيه في الفيديو اللي فات كان سعره كام بقى يا معلم؟ ايام ما قلت لك عليه في الفيديو كان عامل من 20 ل 21000 جنيه، وانا بمنتج الفيديو ده الديسكاونت ده راح وصل لحد 33000 جنيه. في اللحظه دي انا فكرت ان انا همسح الفيديو وخلاص، ازاي بقى هعمل المقارنه دي انا مش فاهم. فوانا بدور دلوقتي لقيت الديسكاونت رجع تاني والجهاز دلوقتي عامل 21000 جنيه، يعني سعره هو سعر الاي 55. فالحق الديسكاونت ده والحق جيبه دلوقتي. ويا ريت اي حد من اخواننا اللي في بلدان تانية عارف الاسعار اللي في بلده يا ريت يكتبها في الكومنت وانا هثبت الكومنت بتاعه عشان بقيه الناس التانية تعرف. وبس انت والله ما تعرف الفيديو ده انا ما مصدق ان هو خلص. اتحط فيه مجهود جبار و5 ايام شغل، فاقل حاجه تقدر تقدمها لي انك تعمل لايك، ده كل اللي انا طالبه منك، وسبسكرايب برضه لو لسه ما اشتركتش، وتكتب لي عاش في الكومنت عشان افرح حتى انك شفت الفيديو. ويلا ما تنسانيش من الشير واللايك والسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي اللي هيكون مفاجاه ليكم. سلام.